على الأسر متوسطة، هي مش محدودة بس، وكمان متوسطة بقت عندهم النهارده مشكلة. يعني مش دول بس، ورئيس الوزراء قالها اهو، قال لك الأسر محدود الدخل وحتى الأسر المتوسطة بقى عندهم النهارده مشكلة في أزمات اللي احنا بنشوفها. فده كلام رئيس الوزراء النهارده دكتور مصطفى مدبولي، اللي هي رسائل لينا. ناس تطلع تقول لك عملتوا لنا ايه؟ ما احنا فيه البعض بينسى اتعمل ايه. فرئيس الوزراء لازم يذكرنا اتعمل ايه وبيتعمل ايه. رغيف العيش زي ما هو 5 ساغ. طب هو زاد. من 65 الى 90 من 2019 كورونا، 20 كورونا، قبل الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير 22 كان وصلنا لحد 80 قرشا للرغيف الواحد تكلفته على الدولة. قال لك من يوم الخميس لحد النهارده زاد 10 ساغ مع التحريك. ما هو التحريك ده يأثر عليك. فقال لك ال 10 ساغ دول بس زودوا علينا فاتورة 10 مليار جنيه. التكلفة النهارده الدولة بتتحملها في دعم رغيف العيش بس مش حاجة تانية 93 مليار جنيه. كانوا 38 آسف، والنهارده زدنا كمان 55 من ساعة الأزمة الأوكرانية. يبقى أنت بتتكلم في 93 مليار جنيه. ده دعم الدولة لرغيف العيش عشان يصل للمواطن الذي يستحق، اللي عنده بطاقة تموين بيروح ياخد ال20 رغيف بجنيه وهيفضل ياخدهم بجنيه تاني وهيفضل ياخدهم بجنيه. محدش هيقرب من ده. ده ملف مهم محدش هيقرب له رغم التكلفة العالية، لكن الدولة ما هي شايفة. السيد الرئيس شايف المواطن. ما هو ده بينحاز المواطن؟ لا تفتكر يعني هو ده مش بيتعمل عشان مواطن؟ هو ده مش يتعمل عشان فيه 70 مليون بيروحوا ياخدوا العيش ب5 ساغ؟ مش فيه 70 مليون اللي عندهم بطاقة تموين اللي هم واخدين الدعم ده 93 مليار جنيه؟ ولا حد تاني بياخد العيش اللي هو ب5 ساغ الرغيف؟ لا، السيد الرئيس شايف دول وشايف غيرهم، بس انا بتكلم تحديدا على هذه الطبقه اللي هي بتاخد العيش ب5 ساغ لحد النهارده وبكره وبعده اللي ما حدش هيقرب له الرغيف ده. لان رئيس الوزراء قال كده النهارده، قال بندعمه ب10 مليار جنيه. يبقى بيتكلم على دعم، يعني دعم مش هيتشال، يعني دعم موجود. بتكلم على العيش بس. رئيس الوزراء النهارده اتكلم على عده نقاط، ولكن بتكلم على العيش بس عشان الناس لما يجي يقول لك عملتوا لنا ايه؟ طب عندنا نقف مع بعض نتكلم بالراحه كده. حضرتك بتاخد عندك بطاقه تموين مش كده؟ عظيم. بتاخد لسه العيش ب5 ساغ؟ عظيم. بتاخد دعم عليه؟ عظيم. حد قرب له؟ لا. حد هيقرب له؟ لا. يبقى ده هنا رقم واحد. يبقى هنا انحياز كبير. فلازم نبقى شايفين الناس الطبقه الفقيره اللي عنده بطاقه تموين. ده مين؟ المواطن اللي محتاج، اللي اكثر احتياجا، الفقراء اللي صح. دول عددهم من المجتمع مليون، 5، 10، 70 مليون. 70 مليون مواطن بياخدوا ده العيش ده بالسعر ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت بتتكلم النهارده على السولار، رئيس الوزراء قال لك طب ما السولار النهارده بيتكلم، احنا كل لتر سولار مدعوم ب4 جنيه. كل لتر حضرتك بتشتريه تاخده 4 دولار، وانت مش عايز تزود ده لانه النهارده زياده 4 جنيه. زياده اي لتر سولار 4 جنيه معناه زياده اي حاجه. طب انت مش عايز تزود اي حاجه، يبقى انت بتدعمه عشان الحاجه تفضل على الاقل ثابته او تفضل ما تتحركش كتير. لان السولار ده معناه ايه؟ نقل البضائع ونقل الخضار ونقل الفاكهه والعربيات، يعني عربيات النقل وعربيات اللي كذا. لا انت مش عايز تقرب.